قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا طلعت شمس السنة في قلب العبد قطعت من قلبه ضباب كل بدعة. بيفتو سنة ابسيتو دكنا وقو قرتي قرى سناتك أنا ما يامو بدعارا كان ما دنينو بيكي إني أهل السنة رجيتو بيكي ولا تجد هذا ولا تجد عند الإخوان وعند التبليغ نشاطا في هذا. وأنا أما دبنو خلنا من فاك أنا كيستي مرقانا أجرتو ورا تبليغي برد ورا إخوانا برد دعوة التوحيد دعوة السنة والتحذير من البدعة كان كيستي مرقانا برا أجرتو لا لسان. وهذا هو السلفي وهذا هو السني. آية قوله صلى الله عليه وسلم تولي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يبدو عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. آية فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تولي إذن آية فهذا له ميزان. فهذا إن كن له ميزان قرتي لما فان إسا أرقمي جرا النبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي راختي ميزان نسون هذا تنبيه تنبيه ميدمك لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة زمن نبي ربي كذا بدعان جرو ومع ذلك بدعان أبا مناوجين نبي ربي نجا شوف خطبة إسا كيست وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نبي ربي أدو بدعان نفن دنينو إيقالي حرى قرتي قادوبا وان فرقاد الله جامي أرقامي هند بيا كان جراتو باته همودن دوكم. آية أيام بدعان كن قرتي قادوبا ركسانا ضررات خطير ضرري ركونا إيقاد بينا كنتي تمسك بالسنة نمني سنة قبته قرى قرتي قادوبا حقاتك يامي ابتعد عن البدع بدعان راك فقاتي وحذر منها. بدعان راك دنيني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكما نبي محمد أصحابان الرترانسان يحذر منها. أكما نبي ربي بدعان دنينات ورخطبان عندك يسد فهذا هو المتمسك بمنهج النبي. صلى الله عليه وسلم إنكم كرا دعوة نبي ربي قبته جامع الثالث اتباع السلف الصالح ميزان سدف فالانا ميتي سلف الصالحين جل ديمون على رأسهم الخلفاء الأربعة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. إذن فأصول دعوتنا كم هي؟ ثلاثة: الكتاب والسنة واتباع السلف الصالح. نتكران نتردمن القرآن والسنة بفهم سلف كران نتردي دعوة قولوس كان جدور. وعلى هذا أدلة كثيرة وكثيرة جدا منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنتي. هل اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة أم زاد شيئا ثالثا؟ زاد. ما هو الشيء الثالث؟ اتباع سنة السلف. فقال: وهي ما عنا عليه. هل اكتفى بسنته؟ إذا أصول دعوتنا اتباع الكتاب واتباع السنة واتباع السلف الصالح. فاهمين سلفا لا لموكب والنما فرقا ضالا بائسة فاهمين سلفا قال لك كسر ولو كان حاصلا التقيد بفهم السلف ودو فاهمين سلفات تهرك مراتون أرقمي. هل يكثر الاختلاف في هذه العقيدة؟ ما يكثر. والدليل قوله تعالى آية من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. والذين اتبعوا من؟ الذين اتبعوا من؟ الذين اتبعوا المهاجرين والأنصار. إذا اتباع الأنصار واتباع المهاجر واجب ولا ما واجب؟ بإحسان. بإحسان أي بفهمهم. فهمي جرات فهمي جرا كيسة جرا جل ديمون. هيا وقيد الاتباع بالإحسان. إحسانا جل ديمون. هيا لا مجرد الاتباع واضح ولا لا؟ وإنما الاتباع بإحسان لا مجرد الاتباع بالزمن أو بالبدن لا. وإنما المراد اتباعهم بفهمهم ولو كان الزمن متباعدا. ودو زمن كيني ولي رفقاتات إلي كانوا تتأجج من نفهمي ساني جل ديمو. آية والدليل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: طولهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الحديث. أيوة الخلاصة طولي أن
جماعاني الذين اجتمعوا على الحق الثابت للكتاب والسنة ور ما حقرت رجع إلالي الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولو كانوا إلا ودون ما تقليته قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أي جماعة ما وافق الحق جماعة جتون نمو ما حققون نمي ودون ما تقليته إيه نمني خربية خربراتي بايئتهم كوني سي شاخلين سي وسواسين سي شكسيسين هاي كران نتديمو تجرو ديرو حق آمتي مو نمني كم إرتبا آيتون أبي جتة شكي كسي كيسة تقوم إنو ما أصلا أتواني لالتو كران الرجل حقته أبو الدبافتو إيجا حقته الدسيبه يو فلا تبالي بكثرة من خالفه كرا نمني كفالا سنيجرو بايتون كان بددينته وما كان أتركتين هاي مجلسني قرتيجا سلفيرا كينيا كفتاون شغالة ستين في دين يا أبو مجلسني براو دانتا آية دوبو إنك أنت الجماعة حينئذ أتي قرتي جماعة أمت يوسن لا لك أيتو أديس حديثا كان والجماعة والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب أيام الدرس إيه قاري هل هناك ملاحظة في على الدروس الماضية كومنتين يوكياني ملاحظة أو تعليق جتون كومنتين سنك أبدا نجرا وان أنقا أما دبريرت يو جرات ديسو دنديسا ها إيه 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 بمعنى الفرقة أصلا آية كبيرة كافي برا يو كافي برا نجري كنا أسمت الأمنة كرا ما دا برا تسين